عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. فحسنوا أخلاقكم عباد الله، حسنوا أخلاقكم عباد الله، تثقل موازينكم عند لقاء ربكم. فلا تحقرن من الأعمال شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالابتسامات إن كانت لله ثقلت في الميزان يوم الندامة والحسرات. وفي الصحيح أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة في صورة شاب شاحب اللون، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن، أنا القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء أن العبد المؤمن في قبره يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح طيب الشمائل، فيقول: من أنت؟ فوجهك لا يأتي إلا بالخير، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. أما العبد الكافر، أما العبد الفاجر، فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الرائحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك لا يأتي إلا بالشر، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء. فالأعمال تجسم وتوزن في الميزان. فعلينا عباد الله الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. قال الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اعلم بارك الله فيك أن الناس عند الميزان على 3 أحوال: منهم من رجحت حسناته على سيئاته، منهم من رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة فيدخل الجنة، ومنهم من رجحت سيئاته على حسناته، ومنهم من رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة فيدخل النار، ومنهم من تستوي حسناته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراف، وفيها نظر وأقوال وخلاف. أما الكفار فكفرهم أحبط أعمالهم فيدخلون النار من غير حساب ولا ميزان. وقيل أن حسناتهم توزن فتخفف عنهم العذاب في النار. أما الجنة فمحرمة عليهم كما قال القهار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهناك عباد الله من يدخلون الجنة بلا حساب ولا ميزان، وهناك عباد الله من يدخلون الجنة بلا حساب ولا ميزان. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. وفي رواية: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. اللهم لا تحرمنا فضلك. قال أبو حامد رحمه الله: 70,000 الذين يدخلون بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، إنما هي براءات مكتوبة إلى الجنة. اعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله أن الميزان إذا نصب للعبد فهو من أعظم الأهوال يوم القيامة، لأن العبد
إذا نظر إلى الميزان انخلع فؤاده وكثرت خطوبه وعظمت كروبه، فلا تهدأ روعة العبد حتى يرى أيثقل ميزانه أم يخف. فإن ثقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه فقد خسر خسرانا مبينا ولقي من العذاب أمرا عظيما. تسأل عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أيعرف الناس أهليهم يوم القيامة؟ أيعرف الناس أهليهم يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا في 3 مواضع، إلا في 3 مواضع: إذا تطايرت الصحف، وإذا نصبت الموازين، وإذا ضرب الصراط على جهنم. نعم عباد الله، إن العباد إذا قدموا إلى الميزان عظمت كروبهم حين أظهرت لهم قبائحهم وعيوبهم، ووزنت أوزارهم وذنوبهم، وضاقت حيلهم وتغيرت أحوالهم. الأماني هناك يتمنى كل واحد حين ذاك أن لو يزاد في رصيد الحسنات ولو حسنة واحدة علها تكون سببا في نجاته من البليات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وزحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. سجل لا ينسى قد أحصى اللمحة والنفسا في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم. وكتاب سجل لا ينسى قد أحصى اللمحة والنفسا في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم. يتراءى صراط ممتدا سيجوز النار بمن